السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. جايلكم النهاردة بوصفة جديدة. انا عارفة ان انا غبت عليكم فترة كبيرة، بس معلش ان شاء الله نعوض مع بعض كل حاجة. طبعا لو عندك اي بسكوت من العيد، هقولك على فكرة حلوة قوي قوي قوي، هتعمليها بجد بجد ولادك هيحبوها قوي قوي. طعمه في منتهى الجمال، ما بتاخدش اي حاجة، بدون فرن وبدون بوتاجاز، بدون اي حاجة. حلوة قوي وجميلة قوي وطعمها في منتهى الجمال. بصوا حتى شكلها حلو قوي، وتنفع كمان في الجو اللي احنا فيه ده. بصوا طبقاتها في منتهى الجمال، و ما فيهاش اي تعب. في 5 دقايق بالظبط هتعمليها، في اقل من 5 دقايق، وخطواتها سهلة وطعمها حلو قوي قوي قوي. زي ما قلتلك احنا خارجين طبعا من رمضان ومن العيد، وعندنا بسكوت العيد الكتير قوي ده مش محتاجينه في حاجة. انا عايزه اقولك ان انتي لو عندك اي كميه من بسكوت العيد هتخلصيه في الوصفه دي، لانها وصفه بجد في منتهى الجمال، ولادي حبوها واحنا حابينها. طيب مكوناتها ايه الوصفه وبتتعمل ازاي؟ تعالوا معايا نشوف وصفاتها ومقاديرها ايه. طبعا هنا عندنا كلنا كمية من بسكوت العيد، ولادنا مش عايزين ياكلوها ومش عارفين نعمل فيها ايه. طيب تعالوا نشوف الوصفة دي. بجد حلوة واختراع وطعمها حلو قوي قوي، ولادك هينسفوا فيه بسكوت العيد. اي كمية عندك من بسكوت العيد، وهناخد كده زي معلقتين كبار من الزبدة او السمنة دايبين. طيب الكبة بتاعتنا معانا هنا، هناخد كمية البسكوت اي كمية احنا عايزينها، سواء كمية كبيرة او صغيرة زي ما تحبوا. هنحطها في الكبة وهنخلطها وهنضربه حلو قوي قوي في الكبة، زي ما انتوا شايفين، كمية كبيرة او كمية صغيرة على حسب انتوا ما عايزين. طبعا لو عايزين تجربوا في كميه صغيره وبعد كده تشوفوا الطعم، بس انا بجد بقول لكم ان الطعم خرافات، طعم حلو قوي، سواء انتوا هتاكلوه او ولادكم او حتى هتقدميه لضيوفك لو عندك ضيوف. حلو قوي. طيب هنا انا ضربته في الكبه. مهم قوي ان احنا هنضربه قوي في الكبه كده، هننعمه، وهنضيف عليه الزبده او السمن اللي عندي بس متسيحه شويه كده اهو. بصوا خلاص كده بقى دايب. لا هنحط له شويه من الزبده علشان لما احطه عندي يتماسك كده ويعمل لي زي طبقة. حطيت شوية من الزبدة، وهضرب كمان في الكبة علشان يديني قوام زي الرملة المندية كده، وهضربه حلو. دي كده اول طبقة معانا. هو الوصفة دي بتاخد 3 طبقات، والثلاث طبقات سهلين جدا، وانتي واقفة في المطبخ هتعمليها، مش والثلاث طبقات كمان ولادك بيحبوها. يعني الوصفة بجد حلوة، ومش مش هتندمي عليها. طيب خلاص كده انا خلصت البسكوت بتاعي، طحنته وحطيت له الزبده زي ما انتم شايفين اهو، بقى عامل زي الرمله المنديه لما ضفت له طبعا الزبده. خلاص كده انا طحنته. وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وكانت اختراع بصراحة. جربته لقيته حلو قوي، وعايزة اقول لكم ان الوصفة دي اتنسفت في ساعتها، كل واحد اخد له حتة بجد، وولادي كانوا عايزين تاني. عندي هنا صينية، اي صينية عندك، مش شرط تكون بايركس، اي صينية عندك هتحطي فيها الطبقة بتاعة البسكوت ده. برضو ممكن لو مش حابة ان انت تعمليه في صينية وتحطيها كلها في حتة واحدة، ممكن تعملي زي مثلا كبات، اللي هي الكبات البلاستيك دي، برضو هتحطي طبقات منها. ممكن تعمليها في بولات، ممكن تعمليها في كاسات، في طبقان صغنونة كده، عادي زي ما انت عايزة. اول طبقة دي هنحطها كده وهنضغط عليها علشان تمسك نفسها وتديني طبقة، لان لسه هحط فوقيها طبقات تاني. هضغط كده واسويها من كل الجوانب، هي اوريدي فيها زبدة فبتمسك في بعضها مجرد ما بضغط عليها. طيب خلاص كده انا خلصتها، هحطها في الفريزر على بال ما اعمل الطبقة التانية، يعني مش هطول عليها، مجرد ما اعمل الطبقة التانية هطلعها. انا عندي هنا 4 كوبايات من الحليب، دي الطبقة التانية.
4 كوبايات من الحليب. خدوا بالكم ان الطبقة التانية اوريدي طعمها حلو، فانتوا هنحط فيها 4 كوبايات من الحليب. زودوا الحليب عادي مفيش فيه اي مشكلة، او زودوا في الطبقة التانية اقصد يعني. 4 كوبايات من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليها ايه؟ الطبقة التانية هتكون كاسترد. الكاسترد حلو قوي ومغذي وولادنا كلهم بيحبوه، مفيش عليه اي اختلاف. ال4 كوبايات حليب هنحط عليهم 4 معالق من الكاسترد. انا طبعا جايبه كيس من ده لاني بقى يعني ولادي بحب اجيب الكيس بكيس وكده واعمل لهم الكاسترد. هو تقريبا الكيس كله 4 كوبايات، 4 معالق اقصد كده. الكوبايه عايزه معلقه، والاربع كوبايات 4 معالق، والكيس كله هتلاقوه 4 معالق. فانا فضيت الكيس كله على ال4 كوبايات. هقلب تقليب كويس قوي. هدوبه الاول على البارد قبل ما ارفعه على النار زي ما انتوا شايفين، علشان الكاسترد كله يختفي في اللبن. وهزود عليه نص كوبايه سكر. طبعا السكر ده على حسب الرغبه، بس نص كوبايه كانت حلوه قوي، وكان طعمه مظبوط جدا. خلاص كده انا دوبته وهرفعه على النار لغاية ما الكاسترد بتاعي يربط معايا ويغلي، وخلاص كده يستوي. دي الطبقة التانية. طبعا انا حاطه البسكوت، طبقة البسكوت في الفريزر تجمد. خلاص كده انا عملت الطبقة التانية، سبته لما يبرد. انا سبت الكاسترد لما يبرد شوية علشان هحط الطبقة التانية على البسكوت. طلعت البسكوت طبعا من الفريزر زي ما انتوا شايفين، هو جمد ومسك نفسه. وهحط الطبقة التانية اللي هي الكاسترد. ممكن خدوا بالكم، ممكن ان انتوا تبدلوا، ممكن الكاسترد تحطوا حاجة تانية غيره، ممكن تحطوا كريم شانتيه، ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها. ممكن تحطوا القشطة الكدابة دي، بس الكاسترد طعمه حلو وطعمه مميز، وفي الوصفة دي كمان طعمه ولادي حبوه قوي في الوصفة. يعني الكاسترد حلو في الوصفة. خلاص كده حطينا كده الطبقة التانية من الكاسترد كده. اول طبقة بسكوت، تاني طبقة كاسترد زي ما انتوا شايفين. خلاص كده هدخلها الفريزر، وهنبدأ في الطبقة الثالثة كده. 3 طبقات، ال3 طبقات بجد طعمهم احلى من بعض. خلاص هدخلها في الفريزر ونبدأ في الطبقة الثالثة. طيب الطبقة الثالثة دي ايه؟ هتكون جيلي اي نوع انتوا بتحبوه. انا جبته فراولة، ولادي بيحبوا فراولة. ممكن تجيبيه اي نوع انت بتحبيه، ممكن مانجا، ممكن اناناس، ممكن مشمش، زي ما انت عايزة. خلاص ده كده الطبقة الثالثة. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هفضي الكيس الجيلي. هو كيس واحد على فكرة كفاية، ما تجيبيش كيسين، هو كيس حلو قوي او على حسب الكمية. هنضيف كوباية مية سخنة بتغلي وهندوبه علشان الجيلي يدوب في المية زي ما انتوا شايفين كده في طبق. وهندوب الجيلي. طبعا الجيلي انا بحط له سكر بصراحه، لان طعمه بحس ان هو ماسخ شويه، فبزود له سكر. والسكر ده على حسب الرغبه، بس مش بزود كتير. يعني هزود له نص كوبايه سكر بس. وبرده كان طعمه كويس ومظبوط، والسكر بتاعه حلو. هدوب السكر مع الجيلي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده لغاية السكر ما يدوب مع الجيلي مع كله كده، احس ان هو داب. اي حاجة عندك في البيت اعملي لها اعادة تدوير، ما ترميش اي حاجة. بجد انا البسكوت بتاعي موجود بكمية كبيرة، فانا ما كنتش عارفة اعمل بيه ايه. ولادي طبعا الولاد بياكلوا على قد ما بياكلوا. هنا انا زودت مية تانية، كوباية مية باردة علشان تعادل معايا ويبتدي ان هو يبرد. او ما حطيتش الكوبايتين ميه سخنين، لا حطيت كوبايه ميه بارده وكوبايه سخنه علشان الاتنين يعادلوا بعض ويبرد بسرعه. اي حاجه عندك طبعا هتعمليها بسهوله جدا. خلاص كده دي الطبقه الثالثه. خلاص وسبتها خالص لما بردت. يعني لما بردت سبتها شويه كده، وبعدين طلعت
الكاسترد بتاعي من الفريزر او من التلاجة يعني عامة. هنزله دي الطبقة التالتة. لما تيجي تنزليها نزلي بالراحة كده وعلى ظهر المعلقة علشان ما تعملش فجوة كده في الكاسترد. يعني ما تنزليش مرة واحدة عشان تعملش فجوة وتخرم الكاسترد، لان برضو هي لسه مش بارد قوي، وبرضو ما لحقش يجمد الكاسترد في الفريزر. انا بمجرد ما بعمل الخطوة يعني ايه بطلعه من الفريزر فمش بيلحق يجمد قوي كده. انا حطيت الطبقة التالتة زي ما انتوا شايفين كده. التلات طبقات خلاص عندي هسيبها في الفريزر مش اقل من 5 ساعات علشان كل طبقة تاخد حقها وتجمد وهيطلع لي بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه والطعم الاجمل. حاجة في منتهى الجمال، سهلة جدا وروعة جدا. بصوا الطبقات حلوة ازاي، بصوا الطبقات شكلها، بصوا بسكوت وكاسترد وجيلي. طبعا سبته 5 ساعات في الفريزر وطلعته اهو. بجد بجد جمد بقى، شكله حلو قوي. مش لازم تحطوه في الفريزر فترة كبيرة، خلاص هتنزلوه في التلاجة من تحت وهتاكلوا منه احلى حلا. يعني انتوا تقولوا عليه حلا، انا مش عارفة اسمه ايه، بس هي وصفة حلوة وسهلة ولذيذة وتنفع في الحر اللي احنا فيه ده، وباردة يعني بدون فرن بدون اي حاجة، ما خدتش مننا اي حاجة. وطبقاتها كلها سهلة جدا، اذا كان الجيلي او الكاسترد او البسكوت اللي عندنا، يعني ما كلفناش حاجة كتير من بره. هوريكم كمان من جوه. انا قسمته بس ما نزلتش قوي في البسكوت من تحت، وبعد كده رحت عدت عليه تاني علشان تطلع الخرطة. وبتطلع لك الخرطة حلوة قوي. زي ما قلت لكم لو عندك ضيوف، بصي انتوا بتكلموهم كده او انتوا قاعدين مع بعض، هتبصي هتلاقي نفسك عملتيه. يعني مش صعبة خالص، يعني الوصفة سهلة جدا واي حد يعمل. ولو عندك بنوتة حلوة كده في اعدادي ولا حاجة هتلاقيها عملتها وانبسطت بيها جدا جدا. بصوا طبقاتها حلوة قوي، طعمها في منتهى الجمال. جربوها مش هتندموا. انتوا متعودين مني دايما اعمل لكم الوصفات السهلة السريعة اللذيذة اللي مش مكلفة خالص. طعمها جميل، طعمها مميز وبرد علينا كمان في الصيف. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، ويا رب اكون افدتكم. طبعا لو فدتكم وشايفين ان قناتي استفدتوا منها، عايزاكم تدعموني، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.